السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال والظروف. وقولوا لي كي درتوا مع هذا الصهد وهذه الحراره. الحمد لله كل حاجه في وقتها راها زوينه. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشوف معكم جوج اقتراحات ديال الكلاص او مثلجات ديال الفواكه. فطريقه زوينه والنتيجه كتجي اكثر من رائعه. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. المهم كيف ما شفتوا معايا في المكونات، اول حاجه وريتكم هو الحليب المكثف المحلى اللي صايبته في الدار، وان شاء الله دابا نشارك معكم الطريقه. ما كنتش صورتها للاسف، يعني المهم ديجا انا مصايباه. هنا عندي بنان، درت جوج موزات كبار، قطعتهم ودرتهم في هذه البواطه وخليتهم الليله كامله في المجمد حتى جمدوا مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نصايبوا جوج ديال لي كلاص، واحد بالبنان وواحد ديال المونغ. المهم هذا الاول ديال البنان. حاولوا هكا تفرتوا اولا تحلوا دوك القطع باش ما يبقاوش هكا قطعه واحده في الخلاط ديالكم. غادي نضيف عليه جوج ديال دانيت كراميل او لا فلون او لا فلون، المهم فلون هكا اللي كيكون جاهز. غادي نديرو جوج، وغادي نضيف الكريمه، كريمه الحلويات. يعني انا استعملت هادو ولا لا، المهم نتوما استعملوا اللي لقيتو او اللي متوفر عندكم. هذه غادي نستعمل فيها النصف في هذا الكلاص والنصف في الكلاص الثاني ديال المونغ. هذه فيها نصف لتر، يعني 250 مليلتر لكل كلاص. المهم كيف ما شفتوا معايا راه درت كلشي في الكاس ديال الخلاط، ومن بعد غادي نضيف. شوفوا البنات نتوما ضيفوا القياس اللي بغيتو ديال الحليب المركز المحلى، فهو به كنحليو الكلاص ديالنا وفي نفس الوقت كيعطي واحد اللذه زوينه بزاف للكلاص، كيجي معلك وكيجي لذيذ. فإلا ما بغيتوش تضيفوه لكم الاختيار، ممكن تكتفيو غير بالحلاوه الطبيعيه ديال الفواكه. بالاضافه ان هذيك هولالا اصلا كتكون شويه حلوه، ما حلوش بزاف ولكن شويه. المهم انا ضفت تقريبا جوج معالق كبار ديال الحليب المركز. كنخلطو اولا كنطحنوا داك المكونات، وكنديرها بحال هكا في بواطه ديال البلاستيك او لا، المهم اللي ممكن انكم تدخلوها المجمد. صافي كان كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. غادي نسد هاد البواطه. ممكن تزوقوها باش ما بغيتوها البنات تضيفوا الاضافات اللي بغيتو، الشوكولا مثلا عندكم الفواكه او المكسرات تزيدوها، او لا قطع الفواكه. المهم نتوما ابدعوا، لكم الاختيار، زوقوا باش ما بغيتو. ممكن ديروا الكراميل مثلا. المهم انا درت لي بيبي دو شوكولا، شوكولات هكا ديال الكوكيز. الا ما كانش ممكن تستعملوا غير هذا هكايا قطع تقطعوه بحال هكا غير بالموس، وتضيفوا هكا القطع ديالكم ديال الشوكولا على الكلاص. صافي كنسد هاد البواطه ديالي باحكام وكنحطها في المجمد اولا في الفريغو. وننتقلوا دابا للكلاص الثاني اللي هو غادي نصايبوه مونغ. عندي حبه ديال المونغ اللي هي كبيره البنات، هذه كانت حبه نيت تبارك الله كبيره فيها. وحاولوا تختاروها تكون زوينه من ريحتها وشكلها باش تكون هكا يعني طازجه وطيبه ومذاقها زوين. فغادي ندير هاد الحبه، ديجا انا كنت دايرها في المجمد وقطعتها. غادي نديرها كذلك في هاد الكاس ديال الخلاط. ما غسلتوش البنات كيف ما كتشوفوا راه هكاك، يعني غير خويته من داك الكلاص الاول ونعاود نستعملو عادي، ما كاينش مشكل. وغادي نضيف عليها داكشي اللي بقى ليا من الكريمه، وغادي نضيف كذلك واحد جوج معالق كبار اولا 3 ديال الحليب المكثف المحلى. هذه المونغ الا مثلا خرجتي في مونغ مثلا باسله شويه ولا ناقصه في الحلاوه، ممكن تضيفي الحليب المكثف اكثر. كذلك الامر كنطحنوا مزيان مزيان هاد العناصر حتى كيتطحن وكيولي كيبان بحال الشكل ديال الكريمه، تيولي كريمي في الشكل. ومن بعد ثاني كنفرغوه في البواطه وكنحتفظ به في المجمد. البنات اقل حاجه هاد الكلاص خاصكم تخليوه في المجمد اقل حاجه 4 حتى 5 سوايع، ومن الاحسن تخليوه ليله كامله. ف اش غنقول لكم البنات، راه كيجي رائع بزاف وكيجي زوين وبنين. غير جربوه غادي يعجبكم وغادي يعجب وليداتكم. ولا كانت عندكم شي مناسبه ولا عندكم ضياف تقدموه للضياف ديالكم، راه لذيذ بزاف وما غاديش تندموا عليه. فايته دابا ان شاء الله نعاود نشارك معكم
الكلاص اللي تيجي في المذاق ديال ماك فلوري. انا فايته دايره في القناه، راه تقدروا تبحثوا وتلقاوه، ولكن نقدر نعاود نصوروا معكم. درتو غير الاسبوع اللي فات وما صورتوش للاسف، فنقدر نعاود نصوروا معكم. درتو بالنوغا، جا رائع، جا خطير. عرفتوا البنات كيجي حسن من ماك فلوري في المذاق، تيجي واعر بزاف. المهم هذا اللي درت معكم دابا اليوم ديال البنان وديال المونغ، راه حتى هما كيجيو خطيرين. عرفتوا يا البنات شحال داد هنايا من بعد ما داز تقريبا شي 4 السوايع. صراحه زربت عليه، ما كان باقي ما جمدوش مزيان. الدراري زربوني، قالك بغاو الكلاص، زربوني عليه الصراحه. نتوما من الاحسن خليوه لي ليله كامله، باش هكا فاش كتجيو تهزوا منه كتجيكم ديك لابول ديال الكلاص، كتجي هكايا شاده راسها ودايره، كتجي في الحطه اولا في المنظر زوينه وحسن بزاف. المهم هذا ديال المونغ وهذا ديال البنان. البنات راه كاين اللي كيزيد مثلا المونغ يزيد ليه شويه د الملون، انا فضلت نخليها هكاك طبيعي بلا ملون بلا حتى شي حاجه. جاو زوينين، عرفتي واحد فيهم كاين ستيك في الاخر، زوينين بجوج، جاو لذاذ بزاف. عاوتاني في الحطه منين تتقدموا تقدروا عاوتاني ترافقوهم مع اي حاجه بغيتو، بسكوي مثلا هكا مهرمش، الشوكولا، قطع ديال الشوكولا ولا لي بيبي دو شوكولا، ولا النوغا، اللوز، البخاليني. المهم اي حاجه ممكن تضيفوها البنات. كيف ما قلت لكم لا باز راها باينه، فاكهه مع الكريمه، وتحليو بالكريمه اللي هي القشده الطريه، وكتحليو بالحليب المركز المحلى، وكتضيفوا ديك الساعه نتوما الاضافات اللي بغيتو باش كتنكهوا وباش حتى المنظر يعني حتى تذوقوه في التقديم. راه كيجي زوين وبالصحه والراحه. نتمنى انه هذا الاقتراح اللي اقترحت عليكم اليوم يعجبكم، واللي من خلاله اصلا جيت نطلع لكم. واسمحوا لي لان تعطلت عاوتاني، كنت حتى وجدت واحد الفيديو صورته وكان غادي يجي زوين الصراحه بزاف وكان غادي يعجبكم، ولكن للاسف وقع لي مشكل في لابليكاسيون ديال المونتاج اللي كنخدم بها. ما عرفتش شنو وقع بالضبط ومشاو ليا الاغلب المقاطع كلها ضاعت. فاش غنقول لكم تحبطت وما قدرتش نعاود من جديد. ان شاء الله من بعد ان شاء الله نعاود نتلاقاكم في فيديوهات قادمه. عندي افكار خطيره وزوينه بزاف البنات. نتمنى ان الله يوفقني ان شاء الله ونقدر انني نحقق هذوك الافكار كاملين في فيديوهات اللي ان شاء الله غادي تجي تكون زوينه بزاف. المهم وانا كنصايب هذا الكلاص تفكرتكم وقلت اجي نشاركه معكم، لان في هذه الوقيته كنحتاجوا بحال هكا شي حاجه تبرد علينا في هذا الصهد وهذه الحراره. الحمد لله. المهم صحه وراحه. كنتمنى ان الكلاص يعجبكم، جربوه وردوا عليا الخبر. خليتكم في امان الله، تهلاو ليا في راسكم، يلا بسلامه.